السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم بهذا الفيديو رانا في موسم الطون، درت لكم بروشيت تاع الطون بواحد لا مارينات تجي خفيفة ويجوا معسلين من الداخل، وترافقوه مع روز ولا مع فخيت ومع جو تاع سيترون مخيطو بالنعناع، راح يمسح لنا على الخاطر. إن شاء الله يعجبكم الفيديو وتشاركوا هذا الفيديو مع الأصدقاء وتشجعوني وتديروا لايك وابوني. هنايا جبت ليان ولا اي حاجه تكون عندكم هكا غامقه، درت فيها شويه تاع الخل ونديرو هنايا مغرفه صغيره تاع الملح، ونديرو من 2 إلى 3 كيسان تاع الماء هكا باش الطون تاعنا ما يجيناش اكحل من الداخل ويجي خفيف وطري. ونخلطو كامل هادو المكونات. وهنا جبت كيلو تاع الطون درتو هنايا. وهنا نقدروا نستعملوا اي بارتي من الطون، ماشي شرط هذا تكون فيلي ولا تكون فيها الشحمه، اي جهه من الطن غنديروا نفس العمليه وما يجيش بالذوق تاعو قاصح. والما شوفوا واش خرجت منه. نخلوه تاع مده 5 إلى 10 دقائق فقط، ماشي كتر هكا، ونديروه في كسكاس ونخلوه يقطر. هنا بعد ما قطر لي الطون تاعي درتو هنايا وقطعتوه هكا قطع صغيره باش نديرهم دي بروشيت. هنا ما تقطعهمش صغار هكا، نخليهم شويه ملحمين باش ما يجوكمش ناشفين من الداخل، يجوكم طريين. ولا قطعتوهم قطع صغيره راح يجيكم بزاف يابسين. ولا ما تحبوش ديروا هكا دي بروشيت، ديروهم شرائح، راح تستعملوا نفس الطريقه ونفس التوابل. بعد ما قطعتهم خليتهم ابديه. نروحوا هنايا للتتبيله. هنايا نديروا نص مغرف صغيره تاع فلفل الكحل ونص مغرف صغيره تاع كمون. وهنا درت 3 مغارف تاع الزيت. انا علاه درت هنا الزيت باسكو ما فيش تاعي الشحمه، ولا كان فيهم الشحمه ديروا مغرفه حتى الزوج باش نمشوا هذيك لا مارينات فقط. وقد ما يكون فيه الشحمه قد ما يجي بنين خل ما فيهش الشحمه. وزدت هنا نص حبات عصير القارص، ودرت هنا من سنه الى 2 سنينات تاع الثوم هكا باش يعطوني الذوق فقط. واللي تحب تزيد كتر الثوم لكي الاختيار. وهنايا انا ما درتش الملح، ما نديروش الملح باسكو يخرج لنا كامل العناصر الغذائيه تاعو. والماء تاعو فانيك هذاك الجو كي نطيبوه ما يكونش كاين، يجيك ناشف. والتوابل ما نكثروش توابل وما نجيبوش توابل واحده اخرى نروح نديروها باسكو الطون هو يجي بنين. سقطو لا درتوه فوق الشوايه طعم غاير كتر من اللي نطيبوه حنا في الدار فوق الطاجين. الذوق مختلف تماما على حنا كي نطيبوه في الدار. نقعدوا هكا نخلطوه فيه غير بالعقل باسكو هو جاي فخاجيل، جاي بزاف باسكو كون هكا نخلطوه بالضغط راح يتعجن لنا. وهنا جبت هذوك لي بروشيت تاعي، وانتم لكم الاختيار في اي بروشيت. انا هذا درتهم هنا تاع جوطابل باسكو ما نحبش ندير الحديد للدراري صغار، نخاف يجرحوا روحهم بهم. ونقعدوا نعمروا فيهم. هنا درت مربع تاع الطون ودرت البصل ومن بعد الطون ومن بعد الطرشي ونكملها بالطون. وهنا ما نديرش الطماطم، لا كنتي راح ديرهم فوق الشوايه ديري الطماطم، ولا ما كنتيش حديرهم كيما انا فوق الطاجين ما ديريش طوماطيش باسكو الطوماطيش حتطلق لك الماء، ومن بعد هذاك البروشيت يبطاو باش يطيبوا لك ولا يتحرحروا لك وما يعطوكش النتيجه اللي رانا نحوسوا عليه. والطرشي طالها واحد البنه هايله بنينه طلق لها فوق الحوت جا ذوق بزاف هاي. والكيلو تاع الطون طاني 20 بروشيت هكا. ونجيبو هنايا الطاجين ولا اي حاجه حطيبو فيها بانينوز، ولا ندهنوها بشويه تاع الزبده من الفوق غير هكا خفيف. وفانيك لازم الطاجين ولا البانينوز اللي نحن نشوفو فوقها ولا المقله ولا لازم تكون سخنت لكم مليح، لازم تسخن مليح هكا قبل ما ديروا فوقها لي بروشيت باش ما يجوكمش ناشفين من الداخل. والنار تكون من متوسطه الى عاليه هكا باش طوم كما نقولوا حنا بالدرجه تاعنا ما عندوش العمر بالخف راح يطيب لنا هكا. بعد ما حطيتهم دركا ندير لهم الملح من الفوق، وبعد ما نقلبهم نزيد ندير لهم الملح من الجهه الاخرى هكا. ونقعد نعس فيهم نقلب فيهم وراني نعس فيهم. شوفوا هنا كيف راهم يطيبوا لي
شوف كيف جاو معسلين، شوفوا كيف جاو مدهونين مليح هكا، ما يجوش ناشفين. وهنا باش تعرفوا الطون تاعكم باللي راهو طاب لكم، شوفوا اللون تاعو كيف يجي. الفيديو ماشي يوضح لكم مليح، هو يجي اللون تاعو ابيض هكا، تعرفوا باللي راهو طاب لكم. بالكو طيبوهم بزاف باسكو راحوا ينشفوا لكم، سورتو اللي ما فيهمش الشحم راحين ينشفوا. انا حبيت نديرهم هكا دي بروشيت غوايال، ولا تحبوا ديروهم دي هكا شرائح وتقلوهم هي نفس الطريقه. وبد ما راني نشوي انا هنا راني وجدت الطبسيط تاعي والشلاضه تاعي وجوج سيترون، باسكو هادو يحبوا ينتكلوا سخونين، ينتكلوا من المقله ولا الطاجين للفم. ودرت لهم هنا رشه تاع المعدنوس من الفوق، وتقدموهم هكا لولادكم. والدراري هكا كي يشوفوهم دي بروشيت راح يحبوهم كتر وكتر، وراح ياكلوا لكم كامل هذا الحوت. سورتو اللي عندهم ولادهم ما يحبوش ياكلوا الحوت بكثره، كي ديروا لهم هكا بروشيت راح يتكلخوا لهم وراح ياكلوهم كامل. وهذاك الطون زيدوا له عصره قارص من الفوق، جا زبده، جا مشمخ، وجا عسل، جا هايل، جا يتفتت وحده هكا، ومع جو تاع سيترون بزاف يرافقوا معاه يجي مليح. نعرفوا باللي الحوت كامل اللي يحب هادو العصائر تاع القارص. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اي حاجه ما قلتهاش سالوني عليها، حنجاوبكم في لي كومونتير، وشجعوني وبارطاجوا هذا الفيديو مع الاصدقاء اللي تاعهم الفائده. سلام.